صباح الخير. الوضع اللي واصلت له سوريا حاليا نتيجة طبيعية للمبدأ اللي انطلقت منه ما يسمى ما بين قوسين ما يسمى الثورة. أول شي هاي الثورة ما طلعت ثورة حقوق، يعني هاي الثورة ما طلعت من أجل حقوق الشعب، هاي ثورة طلعت من أجل تسلق السلطة، يعني هي ثورة سلطة وليست ثورة حقوق. انتبهوا لي على هذا المبدأ كتير كتير مهم. يعني دافع الإنسان هو اللي بيوصله بالآخر للنتيجة، وبيوصل لهاي النتيجة ما عاد يقدر يغير النتيجة إذا ما غير الدافع. طيب إذا ثورة طلعت لتنافس طائفة معينة على السلطة، وهن توهموا طبعا إنه السلطة كانت طائفية، بس لأنهم هن طائفيين فشافوا السلطة بما أن من غير طائفة شافوها طائفية، فقالوا نحن لازم نوصل بطائفتنا للسلطة. ها هي كل القصة. طيب شو نتيجة هذا الشيء؟ هذا اللي بيهمنا نحن أكثر شيء. نتيجة هذا الشيء إنه اللي بدهم يوصلوا للسلطة هن جزء من هاي الطائفة اللي ناضلت من أجل الوصول للسلطة. يعني بدهم يوصلوا يعني شلة عدد قليل طبعا للسلطة، اللي هن يعني قديش بده يكون عددهم، يعني اللي قاعدين بالسلطة من الطائفة الأموية. ما رح أقول طائفة السنة، رح أقول من الطائفة الأموية، يعني أكيد الطائفة السنية، ولكن مو كل السنة مستفيدين من هاي السلطة. هلأ شو السنة اللي اعتقدوا إنه لازم يوصلوا طائفتهم للسلطة؟ شو اعتقدوا؟ اعتقدوا إنه بس طائفتنا وصلت للسلطة إذا قاعد مننا كم واحد فوق رح تنزل علينا الخيرات، رح ينزل علينا الخير مثل المطر من هاي السلطة. ولكن هذا الأمر غير حقيقي. اللي وصلوا للسلطة وصلوا للهدف، ما عاد يهمهم البقية، ما عاد يهمهم الناس الجوعانة، ما عاد يهمهم الناس اللي كذا. ليش؟ لأنه كمان هن بيعتقدوا أو عندهم طبعا عقلية إنه نحن اللي حررنا فنحن المستحقين فقط. هي ثانيا عندهم أيضا عقلية تكفيرية لبقية السنة، يعني هن هدول الشلة السلفية الجهادية والوهابية والما بعرف شو، هدول أيضا ما معتبرين كل السنة إنه هن مسلمين وما بعرف شو. هن بيعتقدوا إنه هدول أيضا كفار، أو هن هدول ما بعرف شو مشركين ولا من هالحكي هاد أنتوا بتعرفوا أكتر مني. نتيجة طبيعية إنه هاي الفئة حتى هي الطائفة السنية ما رح تستفيد من وصول هؤلاء للسلطة. لو كانت هلأ الثورة طلعت من أجل حقوق الشعب والسلطة صارت بدها تصير تحصيل حاصل نتيجة انتخابات للشخص اللي رح يخدم حقوق الشعب، هون بقى هون المبدأ هون كله بينقلب وبيتغير. يعني لو كانت طلعت الثورة ثورة حقوق كان اللي وصل للسلطة نتيجة طبيعية لمطالب الشعب، لشو اللي بيطلب وبده ينفذ مطالب الشعب، وإذا ما نفذ مطالب الشعب بده يسقط. هيك كانت ثورة بالفعل بدها تكون محترمة لو طلعت من أجل الحقوق وليس من أجل تسلق السلطة. ولكن للأسف هذا بشكل واضح نحن اللي طلع عنا الثورة هي تسلق للسلطة. وصلوا للسلطة فكروا حالهم خلص أنجزوا، وفكروا حالهم انتصروا، ولحتى يعبروا عن انتصارهم الطائفي طبعا ووصولهم للسلطة صاروا بدهم يقتلوا، يعملوا مجازر بالطوائف الأخرى كتعبير عن النصر يعني. فأكتر من هيك ما بيقدروا يعملوا، أكتر من المجازر اللي عملوها بيقدروا يعملوا. هلأ الشيء اللي عم يعملوه بسوريا تجويع الشعب وحرمانه من حقه في الطبابة وفي الحياة الكريمة، هي أيضا مجزرة. يعني المجزرة مو ضروري تكون بالذبح وبالتفجير وبالتفخيخ وبالما بعرف شو، لا، أيضا تجويع الشعب هي مجزرة. يعني واحد عم تقتله بشكل سريع، واحد عم تقتله بشكل بطيء. هلأ مين بقى أحقر صنف؟ أحقر صنف هدول اللي قاعدين برا، اللي إذا تأخر عليه راتب الجوب سنتر 5 دقايق بيفضح الدنيا، وبيكون معه مصاري وقاعد ببيت
وعنده تأمين صحي وعنده كل شيء، إذا تأخر راتبه 5 دقايق بيروح فورا اتصالات وليش ما نزلتوا لي الراتب، وبيروح بيعمل فضيحة قدام باب الجوب سنتر، وقاعد عم بيطالب الشعب السوري اللي جوا عم بيموت من الجوع، عم بيطالبوا بالصبر. اصبر، على ايش بده يصبر الشعب؟ اعطوني قديش ممكن يصبر الانسان على الجوع؟ الانسان بيموت اذا ما اكل 10 ايام، اذا ما اكل بيموت، اذا ما اكل بيموت 10 ايام، اذا صابته جلطه راح وقف على باب المستشفى بربع ساعه بيموت، اذا ما دخلوه على المستشفى واسعفوه. في امور لا تؤخر ولا تؤجل ولا يصبر عليها. بعدين الصبر بده يكون نتيجة انه انا بلشت بالبناء، لازم اصبر لحتى هذا البناء يتم، بس ما في شي يبلش، كل شي بالعكس عم يرجع لورا. يعني اذا مؤسسات الدولة عم تنباع، على شو بده يصبر الشعب؟ يعني على شو؟ يعني هلا وقت الواحد بيقول اصبر بيكون في شي الواحد يصبر عليه، بده يكون في شيء الواحد عم يصبر عليه. عم تدخل اموال، انشالت العقوبات، صار في اعتراف دولي كله بهاي العصابه القذره، والمجتمع الدولي القذر كله اعترف بهاي الحكومه. طيب ما في اي بوادر للبناء ولا اي بوادر لحتى انه الواحد يسال على الشعب، عكس تماما الامور عم بتسوق لورا. وليش عم بتسوق لورا؟ ما عم بتسوق لورا بسبب ضعف الامكانيات، لا، لانه ما في اراده. الشيء السبب الشعب السوري عم يعاني منه هو ليس انه ما في امكانيات للبناء او للتقدم، كل الامكانيات اتيحت من المجتمع الدولي لهاي العصابة لحتى ترجع تبني سوريا، بس ما عندهم إرادة يبنوا، بدهم ينهبوا كل شيء، بدهم يشفطوا كل شيء بموجب انه هن المستحقين، هن المجاهدين، هن اللي استحقوا. يعني هون عاملين جنة ونار، هيك عاملين هن سوريا. هلا انتبهوا يا جماعة، دول قاسمين سوريا هلا لشيء اسمه جنة ونار، جهنم وجنة. اللي بالجنة هن المجاهدين على اساس حرروا سوريا من نظام الاسد، والباقي لازم يعيش بجهنم. هدول هيك عقليتهم، الشعب السوري كله بده يعيش بجهنم، كله ما بهم. انت ما طلعت بالمظاهرات بالثورة، حتى لو كنت شو ما كانت طائفتك، سني غير سني، انت محكوم بجهنم بسوريا، تموت من الجوع لجهنم. هدول هيك عقليتهم، ما عقلية وطن. العقلية عندهم الدينية هاي دمار شامل. ثاني شيء عندهم عقلية ايضا اخرى، عقلية غنيمة الحرب. هن شايفين سوريا كلها غنيمة لإلهم. طيب مين اللي بياخد الغنيمة؟ اللي بياخد الغنيمة هو العمل غزوة او فتوحات او عمل حرب او ما بعرف شو. طيب مين اللي عمل هن على اساس غزوة؟ هن اللي عاملين على اساس هن اللي حرروا سوريا من النظام الكافر. هدول هيك عقلهم، هدول ما بينتجوا شيء ولا راح يعطوكم لا خبز، انتوا بجهنم تموتوا وتعيشوا، ما بجهنم الشعب كله. هلا بدكم تقولوا لا انت عم تحكي عم بتحرضينا. طيب هذا اللي عم بحكيه واقع ولا ما هو واقع؟ لو كان كلامي مو واقع كنت بتقدر تقول كلامي تحريض، عم بحرضك تقوم ضد الناس اللي عم تجوعك، ضد الناس اللي عم تدوس عليك واللي عم تكفرك، حتى لو كان شو ما كان دينك. انت حابب تضلك تموت من الجوع، موت من الجوع اذا انت بدك تشوف هذا الكلام تحريض. اذا حابب تموت من الجوع يعني تصطفل، مش انا ميتة من الجوع، انا عايشة حياتي وعم باكل وبشرب وعندي تأمين صحي وعندي كل شيء. العترة على هالناس المساكين اللي جوا اللي تحت بسوريا اللي عايفين حالهم عصابة إرهابية، آخر مسخرة، عصابة إرهابية تحكم سوريا. غنائم الحرب سوريا هي مجرد غنيمة، وهي الغنيمة هي فقط للي على أساس للمجاهدين، وبقية الشعب بالجهنم لازم يموت من الجوع، ما لهم حق في الغنيمة هي السورية. حتى مؤسسات الدولة معتبرينها غنيمة. طيب شو الوقاحة، شو العقلية الوقحة اللي عم بتخليهم يبيعوا مؤسسات الدولة بدم بارد من دون ما يسألوا على الناس ولا شو رأي الناس ولا شو ردة فعل الناس ولا شيء؟ هي عقلية دينية، عقلية فوق القانون البشري، عقلية الشيء المقدس فوق القانون البشري، اللي هو شو؟ إنه سوريا غنيمة للمجاهدين، بحق لهم مؤسسات الدولة غنيمة تعتبر، مثل البيوت اللي انأخذت غنائم، أيضا مؤسسات الدولة معتبرينها غنائم.